أحلى سلام عليكم يا حبيبات قلبي. فيديو اليوم راح نعطيكم زوج وصفات تسلككم في الفطور. أول وصفة هي المرقة تاع طاجين الحلو، سواء شبح الصفراء سواء العين سواء الفواكه المجففة كما تحبون. نبداو بالوصفة مباشرة. تحتاجي اللحم، هي من الأحسن اللحم بقري، لحم غنمي سامحوني، لكن انا نحب البقري ما نحبش الغنمي. نجيب بصله كنت رحيتها، ما تخافوش لاش مقطعه، بعد رايحين نصفيو. قرفه، عود قرفه نحطوه، شويه فلفل اسود في البدايه. هذا واش رايحين نحطوهم شويه يتقلاو، ومن بعد بيان سور نقليوهم مع طرية زبده. من بعد رايحين نزيدو نصف كاس سكر وربع معالق كبار ما ورد. انا قبل ما نحط هادو الساع نصف كاس سكر وربع معالق ورد نخليه الساع يتقلى، البصل مع اللحم مليح ياخذ لون. ومن بعد باه اللحم تاعي ما يجينيش صامت، راني ضفت له نصف كاس سكر وزدت له 4 معالق كبار ما ورد. اختارناكش بزاف بنات ما يعرفوش الطريقه الصحيحه كيفاش نديروا لاصوص مع اللحم مع طاجين الحلو، كاين اللي تحرق لهم. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه. من بعد نمرقوا البنات. انا طيبتها في لاكوكوت كيما تحبي. اذا حبيتي طيبيها في برما نورمال بكري لها برك باسكو اللحم يلزم له الطياب. ومن بعد نجي نصفي لاصوص تاعي، وتبعوني مليح في هذه الطريقه. نصفيها ورايحه نكيل لاصوص تاعي كده جاتني. على اساس التكيال تاع لاصوص تاعي حنضيف السكر. ها كما قاعدين تشوفون حيت لها مليح هذيك الزوائد البصله، يعني باه تجيني لاصوص صافيه. هاي ليكم حبيباتي. بعد رايحه نكيل. انا كيما هنا جاتني 3 كيلات، وانا لاصوص هذه ما استعملتهاش كامل في هذا الطاجين تاع الخضره هذه. بيان سور كي تعقد الكل كي لاصوص تاعي طيب كامل نحيت منها وخبيت في الكونجيلاتور. ساعه خلاف نجبد ديريكتومون لاصوص هذه وندير بها طاجين الحلو تاعي. دائما لازم نعرفوا كيفاه نستثمروا الوقت تاعنا. جاوني 3 كيلات. 3 كيلات رايحه نحط لهم كيلو ونص سكر، يعني عدد الكيلات تاع لاصوص تقسموا نصف عدد الكيلات وهي تكون عدد الكيلات تاع السكر. اذا جاوك 4 كيلات صوص حتحطي 2 كيلات سكر. 2 كيلات سكر رايحه تحطي 2 كيلات صوص رايحه تحطي كيلو سكر. هذه هي البنات. كيما هنا جاوني 3 كيلات تاع المرقه تاعي، حطيت لهم كيلو ونص سكر. هنا رايحه نحط 4 مغارف كبار ما ورد، نحط لهم شويه زعفران، نخليه يطلق مليح مليح، ومن بعد نصفيه لتعديل اللون، نخليه في الوقت الحالي ونرجع لاصوص تاعي. شوفوا البنات، بعد ما عقدت لي لاصوص واش رايحه نزيد؟ رايحه نحط هذاك اللحم باه يزيد يتعسل وياخذ لي لو غو سكري. هنا بعد ما طلق لي الزعفران نصفيه ونزيد نضيفه لاصوص باه يطلق لي اللون. نضيف 4 مغارف كبار عسل، بيان سور عسيله ولا اللي تحب تحط عسل حر، كل وحده ومقدورها. ونزيدو نخليو هذيك لاصوص تشرب لي بهذاك العسل وما ورد، ونخليوها كي تغلي البنات. نضيف الشبح الصفراء تاعي حبيباتي. شوفوا ها هي الوصفه اللي نخليها لكم في صندوق الوصف نتاع الشبح الصفراء كيفاه درتها. شوفوا البنات ما تتفتف ما والو، دوك تشوفوا كيفاه طيب. راني خليت لكم جميع اسرار نجاح الشبح الصفراء في الفيديو بكل التفاصيل. شوفوا البنات راني حطيتها الله يبارك ما شاء الله ما تفتفت ما والو. ها هنا بعد ما غلات نخليوها هكاك واحد الساعه 7 مينوت. وها هو طبق التقديم تاعي. وصحة فطوركم وشهية طيبة وشهيتكم في الجنة. ندوزو للطبق الثاني سريع جدا جدا جدا. وانا دائما كي نطيب نحب كامل افراد الاسره ياكلوا حتى من الاطفال. انا درت كغاطا تاع بيض نجال، شوفوا الله الله، بالبيشاميل والفيون تاعشي والبطاطا. هاي البنات والولاد ما يحسوش خلاص الذوق تاع بيض نجل ورايحين ياكلوه. يعني دي فوا نحبوا نمدوا لولادنا ياكلوا بعض الخضر لكن ما ياكلوهمش بهذه الطريقه، صدقوني رايحين ياكلوه. نقصوا بطاطا مكعبات
ونزيدو نقصو بيتنجان ايضا مكعبات ونحطوهم يتقلاو. انا هنا علاه درتهم مكعبات باسكو اللي عندها الولاد الصغار كنا نديروهم دي رونديل مش حيقدروا ياكلوهم، مي انا درتهم مكعبات هكا يدوبوا و سا سرا تري تري فاسيل ا مونجي. نزيد نقلي البيتنجان تاعي عادي. يعني اول حاجه نحيوها هي نقليو لي ليغوم، ومن بعد نقلي البصل مع شويه زيت. انا نحب البصل تاعي ياخد لون ذهبي، يعني كشغل كراميليزي، نحبو يتقلى مليح 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 مليح. ومن بعد نجيب طريف تاع الفيونداج، كل وحده دير حسب افراد عدد العائله. نزيد شويه فلفل اسود، شويه ملح، شويه حمار، ونبدا نتفتف هذيك الفيونداشي تاعي باه ما تكورليش، تفتفها مليح ونخليها طيب. بعد ما طابت رايحه نجيب طوماط كنت ربيتها مع مغرفه كبيره تاع لا طوماط كونسونطري، هاي ليكم نضيفها. نزيد نخليهم يطيبوا مليح مليح. كما نعرفوا الباذنجان يحب لي صوص روج، يعني يزيد يطلق وتجي البنه تاعو هايله. دونك وجدت كل شيء. الان رايحه نوجد لاصوص بيشاميل، يعني راح نعطيكم الوصفه، يعني المقادير تاع لاصوص بيشاميل باه نتحصلوا على القوام المطلوب لهذا الكراطان. لانه كما نعرفوا لاصوص بيشاميل كل وصفه وعندها قوام. كما هنا حطيت 3 مغارف كبار تاع زبده، نحطوها تذوب. من بعد رايحه نلمها بلا فارين حتى ما توليش سائله، حتى تتلملي. دوك تشوفوا تري تري بيان في لا فيديو حتى تتلملي مليح مليح. ومن بعد رايحه نجيب نصف لتر حليب. انا درت نصف لتر حليب يكفاني لارجومون باسكو كل شيء طايب. وراني عطيتكم فكره يعني واش تطيبوا في رمضان. نتمنى حبيباتي تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس وتدعموني وتخليوا لي لايك وكومنتير وتبارطاجيو الفيديو اذا عجبتكم. نخلط مليح بالفوبي. علاه الفوي مليح حبيباتي؟ لانه ينحي اي حاجه لاصقه في لاكاسرول. حطيتها ابار قبل الساعه ما نحطها طيب. رايحه نوجد نخلط المكونات كامل مع بعضهم. خلطت الباذنجان مع البطاطا وراني كنت ملحتهم من قبل. حطيت شويه فروماج فوندو وزدت له شيدار تاني فوندو. باه من بعد حنحي شويه كميه من لاصوص بيشاميل ونخلطها مع المكونات هادو. نروح نطيب البيشاميل تاعي. رايحه ما تطولش، يعني رايحه تعقد لكم فاسيلمون، يعني واحد 7 مينوت. نضيف فلفل اسود، ملح، وقطعه تاع الجبن حسب الاختيار. انا تاني حطيت فروماج فوندو. انا كما قلت لكم رايحه نجيب نصف الكميه، ماشي نصف الكميه، بعض من الكميه، ونغطي بها المكونات تاعي علاه باه كي يطيب لي الكراطان ما يجينيش ناشف. وكنت دهنت المول تاعي بشويه زبده. هنحط هذه الطبقه الاولى، بعد نجيب الطبقه الثانيه الفيونداشي مع لاصوص اللي طيبتها. نستفهم كامل. ومن بعد نزيد نحط شويه دي مورسو تاع فروماج فوندو. والطبقه الاخيره هي لاصوص بيشاميل. نغطيها مليح مليح مليح. واخر طبقه تاعي هي فروماج غابي. وهكا الكراطان تاعنا يكون واجد. نحطوه في الفرن، راح ياخد واحد 20 مينوت. وهكا نقول لكم صحه فطوركم حبيباتي، والى الفيديو القادم ان شاء الله.